تعال أقولك إزاي الشيك ممكن يتصرف قبل ميعاده، وتأمن نفسك إزاي لو لا قدر الله الشيك ضاع منك. أغلبية الناس عندها معتقد خاطئ إن التاريخ المدون على الشيك هو تاريخ استحقاقه، والمستفيد ما يقدرش يصرف الشيك قبل التاريخ ده، ولكن المعلومة دي غلط. فالشيك واجب النفاذ بمجرد توقيعه بغض النظر عن التاريخ المدون عليه. وعشان نلزم المستفيد بالتاريخ المدون على الشيك بنقوم بتصفير الشيك، أي بوضع خطين مائلين على الشيك، وبكده بيبقى التاريخ المدون على الشيك هو تاريخ استحقاقه. وكمان بنلزم المستفيد بصرف الشيك عن طريق المقاصة، أي من حساب بنكي لحساب بنكي آخر. وبعض الناس عندها اعتقاد خاطئ إن المستفيد وحده دون غيره حق التعامل على الشيك، ولكن الكلام ده غير سليم. فأي حد لو ظهر الشيك له حق التعامل على الشيك، فالمظهر له بيعامل معاملة المستفيد. فعشان تأمن نفسك لو لا قدر الله الشيك ضاع، بنختم الشيك بختم غير قابل للتداول أو غير قابل للتظهير، وبكده بيبقى المستفيد وحده دون غيره حق التعامل على الشيك. وبكده نبقى وضحنا ببساطة الطرق القانونية للتعامل مع أكتر مشكلتين بيواجهونا في معاملاتنا اليومية مع الشيك. لو عجبك محتوانا واستفدت منه، ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.